السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وانتم تتفرجوا في وصفة اليوم. مرحبا بكم في قناتي كوكي ناس، ومعكم انا ايناس. مستمرين ان شاء الله في سلسلة وصفات سهلة توجد في اقل من ساعتين، واليوم رانا مع الوصفة يمكن 22 اللي راح تكون مثوم بالدجاج. وصفة سهلة واقتصادية مناسبة للأيام العادية ولشهر رمضان. فبلا ما نطول عليكم ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس التنبيهات، وهيا ونبداو بسم الله بوصفة اليوم. بالنسبة للمكونات عندنا هنا الحمص اللي كنت طيبته في الماء والملح في لاكوكوت باش ما يديليش بزاف طياب. هذا وين خرجته ديجا طاب لي فوق اللازم. عندي هنا هذا الماء اللي طيبت فيه الحمص واللي رايحه نمرق فيه، لازم يكون سخون. انا قلت لكم دوك. عندي هنا كميه تاع الدجاج. انا هنا بالنسبه للكميه درت قد كميه الحمص قد كميه الدجاج، حبيت برك نقول لكم هذه المعلومه. وعندنا هنا توابل الدجاج، عندنا ملح، عندنا هنا فلفل الكحل، شويه تاع الكركم وشويه تاع الزنجبيل، وعندنا هنا 2 مغارف كبار تاع لا شابلور، عندنا هنا الكزبر، وعندنا هنا 3 فصوص تاع الثوم ومغرفه كبيره تاع الزبده. وبالنسبه للاصوص تاعنا عندنا هنا مغرفه كبيره تاع المارغرين ولا الزبده، عندنا هنا حبه كبيره تاع اللفت مسكرفجه، عندنا هنا كزبر، فلفل الكحل، كركم، زنجبيل وملح، هنا نفس التوابل تاع الدجاج. وعندنا هنا مغرفه صغيره تاع لا موتارد، حبه صغيره مسكرفجه تاع البصل، وثلاث فصوص تاع الثوم. هذو هما المكونات تاعنا تاع المثوم تاعنا لنهار اليوم. تبعوا معايا باقي المراحل. اول حاجه راح نبدا بها هي راح نخدم الدجاج تاعنا. هنحط كامل هذو المكونات له. عندنا هنا نعطيكم مكونات: ملح، فلفل الكحل، كركم، زنجبيل، كزبر، لا شابلور والثوم. ندخلهم مليح في الدجاج تاعنا. هنا بالاستعانة بالزيت راني نشكل فيهم كويرات. هنا في الكاسرونه حطيت شويه تاع الزيت، لازم يسخن مليح. عندي هنا كريه الدجاج اللي كنت شكلتهم معكم، وعندي هنا الفارينه. دوك راح نحط هذو الكويرات نمرمدهم هنا في الفارينه، ونحط الكويرات تاعنا يتقلاو له في هذا الزيت اللي لازم يكون سخون. دوكا في نفس الزيت اللي قليت فيه الدجاج تاعنا نحط الزبده، نخليها تذوب شويه. دوكا في نفس الزيت وفي نفس الكاسرونه اللي قليت فيها الدجاج تاعنا حطيت هنا الزبده ولا المارغرين تاعنا. ودوكا راح نبدا نوجد لاصوص تاع المثوم تاعنا. وهنا مع التوابل عندي رشه تاع الكمون، رشه واحده برك، رشه خفيفه تاع الكمون. دوكا نقليوهم مليح مع بعضهم، نقليو هذو المكونات مليح. راح نزيد له كاس تاع الماء ونخليه يتقلى مليح. دوكا بعد ما تقلات لاصوص مليح، دوكا راني راح نمرق. دوكا نمرق بالماء اللي طاب فيه الحمص. دوكا بعد ما غلى الماء راح نحط الدجاج تاعنا والحمص. ونغلقوا عليه ونخليوه يطيب.